حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طبعا من الصور اللي قدامنا واضح ان احنا هنعمله مع بعض الكشري المصري الجميل الموفر اللي بجد الاكلة المفضلة لدى المصريين جميعا. هنعملوه مع بعض في حلة واحدة. جبت الحلة وحطيت المادة الدهنية بتاعتي، اي مادة دهنية، زيت بقى، سمنة، زبدة، براحتك. وهنزل بكمية الشعرية اللي انا محتاجاها، طبعا كل واحد وحسب الكمية اللي هو عايزها. ونزلت بكوباية من الرز، طبعا الرز المصري عادي، غسلاه ومصفياه كويس. نزلت بيه الرز على الشعرية وهقلبهم هما الاتنين مع بعض. انا قبل منها كده ب4-5 ساعات كنت نقعه العدس بجبه في ميه سخنه مولعه لمده من 4-5 ساعات. ومعانا نوع المكرونه اللي يريحك، انا حطيت سباكيتي ومكرونه مرمريه. دلوقتي نزلت بالعدس بجبه على الرز والشعريه، هقلبهم كلهم مع بعض تقليبه كده جميله علشان كل المكونات تندمج مع بعض. ودلوقتي هنزل بالمكرونة اللي معايا، طبعا مش كتير، انا حطيت حبة صغيرين، يعني تعتبر ربع، ويعني يعتبر حطيت كوباية من الشعرية وكوباية من المرمرية، مش اكتر من كده. حابة تغيري نوع المكرونة اللي يريحك. هنزل بمية مغلية من الكاتل، اكون مشغلة الكاتل وانا بعمل المكونات بتاعتي، وانزل بالمية المغلية على المكونات كلها اللي معايا. بس لازم المية تغطي معاكي كل المكونات. انا طبعا ما جبتش دي في التصوير عشان التليفون فصل مني. بصوا بقى شكله بعد ما كل المكونات اتشربت معانا المية. وطيت عليه زي يعني الشمعة، زي ضوء الشمعة كده بالظبط. هجيب بقى معايا دلوقتي اي حاجة اعمل فيها الصلصة. انا بحب يعني اعمل في اللبانة دي، عايز تعمليه في حلة براحتك. نزلت بالمادة الدهنية اللي معايا، زيت عافية اللي هو عباد الشمس، ده خفيف جدا جدا على المعدة. هنزل بشوية زيت صغيرين، وهنزل ب معلقة من التوم المفروم. التوم ده انا مفرزاه عندي في الفريزر. هقلب بقى التوم مع المادة الدهنية لحد ما ياخد، يعني انا عايزة اشم ريحته مش اكتر من كده، مش عايزة اغمقه. اول ما اشم ريحته وياخد اللون اللي هو الذهبي البسيط ده، هنزل بعصير الطماطم. اعملي بقى طماطم زي ما انتي عايزة، الكمية اللي تريحك. بس الكشري المصري بيحب الصلصة الكتير، بتديله طعم فوق الروعة. دلوقتي بقى طبعا زي اي ست مصرية لازم تحط مية في بقية العصير الطماطم اللي في الذرة الخلاط ده، كلنا كده مش انا بس. دلوقتي بعزب البهارات بتاعتي، البهارات اللي تريحك. انا نزلت برشة ملح ورشة شطة، ومعايا رشة كزبرة صغيرة جدا جدا جدا، وبرضو شوية كمون، يعني من كل حاجة حاجة صغيرة، يعني نص معلقة. وحطيت رشة سكر علشان طبعا بتعادل حموضة الطماطم، كلنا طبعا عارفين. وهحط رشة فلفل اسمر ورشة توم باودر على بصل باودر. واحط يعني في حدود معلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل. هقلب بقى كل ده مع بعضه واسيب الصلصة معايا تتسبك. بس بصراحة انا هقول لكم على نصيحة بمنتهى المصداقية، ان اي حاجة بعملها بجد بحب ان انا اكلمكم بمنتهى المصداقية. واي حاجة بتطلع معايا حلوة او مش حلوة لازم اقولها لكم. يعني انا يستحسن ان انت تعملي المكرونة بره، اسلقيها بره وصفيها، وحطي عليها نقطة زيت وتعاملي معاها مع باقي المكونات الكشري. انا بصراحة ما حبيتهاش مع باقي المكونات في حلة واحدة، ده رأيي الشخصي. وما عجبتنيش بصراحة، ومش هعمل التجربة دي تاني، مش هعيدها تاني. لكن لو عدتها هعمل المكرونة بره واصفيها واحط عليها شوية زيت عشان افلفلها معايا. دلوقتي بقى هجيب طاسة واحط عليها بصل، ده كان بصل احمر معايا، قطعته كده حتت صغيرة او حلقات صغيرة. وحطيت عليه معلقتين من الملح علشان يديله طعم، وفي نفس الوقت يخليه
يحمر معاكي بسرعة ما يغيبش مدة طويلة. بس هو بصراحة البصل الأحمر ده رزل قوي 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 بياخد وقت طويل جدا، يعني عايز طولة بال فظيع على النار، غير البصل اللي هو الأبيض ما بيغيبش كتير زي البصل الأحمر، بس اللي كان متوفر عندي. هجيب دلوقتي بقى طاسة احط فيها برضو يعني نص معلقة من التوم المفروم. طبعا كل مكوناتي موجودة معايا على البوتاجاز، الصلصة والبصل بيحمر والكشري موطية عليه خالص لحد ما كل المكونات تستوي معاكي تماما. نزلت بالثوم في المادة الدهنية اللي هو الزيت قلنا، وقلبه بس كده لحد ما اشم ريحته. انا مش عايزة اخد اي لون منه، زي ما انتوا شايفين كده واضح قدامكم. ده اللي هو الخل اللي احنا بنعمله للكشري. طبعا الدقة اللي هي الشطة وكده انا ما بعملهاش، علشان طبعا انا معايا اولاد صغيرين فمش هينفع. هما بيحبوا اللي هي دقة الخل دي، حلوة جدا جدا جدا. حطيت بصوا رشة كمون صغيرة، يبقى حطينا المادة الدهنية والثوم ورشة الكمون الصغيرة. طبعا هرفعها من على النار علشان احط الخل معايا، يعني الخل كده في حدود ربع كوباية من الخل. وطبعا لازم هنزل بمية لان الخل هيبقى طعمه جامد جدا، لو هو لوحده لازم تحطش عليه مية. وهقلبهم بقى كلهم كده مع بعض واسيبها يعني تغلي غلوة مش اكتر من كده. وهحط نص ليمونة. بجد يا جماعة اديتها طعم في منتهى الجمال. يبقى حطينا الثوم وحطينا رشة كمون صغيرة ونزلنا بالخل ومعانا المية ونص عصرة ليمونة. وهحط طبعا اساسي الملح. بجد كان طعمه قنبلة. بس بجد الملحوظة اللي انا قلتها لكم دي بجد والله بمنتهى المصداقية، علشان انا اي حاجة يعني بجربها بتبقى كويسة او مش كويسة لازم اقولها لكم، علشان دي يعني بيقولوا دي المصداقية اللي بيني وبين المتابعين حبايبي. اخدت بقى معلقتين من الصلصة او 3 معالق على دقة الخل دي زي ما انتوا شايفين كده، عشان اديها اللون اللي هو الاحمر ده. تحفة يا جماعة، تحفة، قنبلة قنبلة قنبلة، كان طعمه روعة. طبعا اسعار الكشري بقت بره اوفر جدا جدا جدا، والله انا لو حسبته مش مكلفني كتير. كل الحاجة موجودة عندي في البيت. بره اسعاره رهيبة. بصوا بقى البصل الاحمر عيبه بيطلع بصوا غامق، مع انه ما اتحرقش معايا بس طالع غامق بجد. البصل الاحمر ده يعني مش عارفة الواحد هيقول ايه، يعني تعملي بيه بصل للكشري؟ لا، الابيض افضل واحسن بكتير. دلوقتي بقى نحطه نكونه مع بعض طبق الكشري بتاعنا المصري القمر ده. حطيت طبعا كل المكونات وحطيت الصلصة اللي انا عاملاها، والله كانت صلصة في منتهى الجمال. وهنزل بالبصل بتاعنا. بس طبعا هو البصل في الكاميرا باين ان هو غامق قوي او ما كانش اللون ده. واشوفكم على خير يا احلى متابعين، ومع السلامة.